ازاي قدرت اوصل من المنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم في الصورة ده للمنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده في 6 اسابيع بس؟ في الفيديو ده انا هحاول قدر المستطاع ان انا اشرح لكم كل التركات والحاجات اللي انتوا ممكن ان انتوا تطبقوها عشان تساعدكم ان انتوا توصلوا لهدفكم باقل خسارة عضلية ممكنة. مع يعني مش هقول لك ان انا هسهلها عليك، انا هديك الطريق الصح اللي انت المفروض تمشي فيه. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات تورس فيتنس جايد. النهارده هشارك معاكم رحلتي في الترانسفورميشن او التحول اللي انا عملته في الفتره الاخيره قبل الفوتوشوب بتاعي. هعلمكم كل اللي انتم محتاجين تتعلموه عشان تقدروا ان انتم توصلوا لنتيجه فعلا تبقى مرضيه ليكم، وتقدروا ان انتم تحققوا افضل نتيجه باقل مجهود. بس في بدايه الفيديو اتمنى ان انتم تعملوا لايك للفيديو، تعملوا سبسكرايب للقناه لو مش مفعلين جرس التنبيه والسبسكرايب والحاجات اللطيفه دي، تعملوها كلها في الاول عشان الالجوريزم بتاع اليوتيوب بيبتدي ان هو يتحرك في اتجاه نشر الفيديو لما تبتدوا بالحاجه دي. وطبعا لو عندكم اي اسئله سيبوها لي في الكومنتات في نهايه الفيديو. خلينا نستعرض مع بعض شكل وجبة الفطار اليومية. دي المكونات بتاعتها: الايزو زيرو واي، وده الشوفان بتاعنا، وعندنا كمان اللبن خالي الدسم، وعندنا كمان النيوتريكس اللي قدامنا ببدل ما بين ده وده، يعني على حسب طبعا الرغبة وقتها. وجبة فطار سهلة وبسيطة ما فيهاش اختراعات، عبارة عن شوفان بالبروتين، لا اكتر ولا اقل. اهلا بيكم في الفيديو بتاعنا، وخلينا نتكلم كده عن اول ميل باختصار. اول ميل عندي هي الميل الوحيده اللي تقريبا بتتغير اوقات او اوقات تانية. يعني في ميل تانية بتتغير بس مش دايما. الميل دي بتتغير من شوفان لكريم اوف رايز. ايام التمرين باخد كريم اوف رايز لان هو بيبقى اسرع في الامتصاص، وانا كده كده بتمرن على طول بعد الوجبه الاولى وما بحبش يبقى فيها اي فايبرز ولا فاتس، فمجرد ان انا اكل الكريم اوف رايز مع البروتين باودر وشويه السكيمد ميلك واطلع التمرين على طول. بعديها بيكون في شويه سبلمنتس. عندنا الاوميجا 3 انا باخد منه 4 حبايات. عندنا البيتا الانين انا بستخدم بتاع شركه بيلدينج بلوكس نيوتريشن، باخد منه 4 حبايات برضو، وكده كده انا منتظم عليه. يعني هم كاتبين ان الريكومندد دوز بتاعه 2.25 مللي جرام. انا باخد 3000 منه، 3000 بالنسبه لي كويس. عندنا كمان بقى حاجتين: الدي اتش اي سلفيت، وعندنا البريجنولون والدي اتش اي اس او دي اتش اي اي سلفيت. الاثنين دول الهدف منهم هو زياده الفري تستوستيرون، فيعني نظريا بيحسنوا الهرمونات شويه. اوقات باخد مالتي فيتامين لو متاح عندي، بس الصراحه اليومين دول ما عنديش مالتي فيتامين، فيعني ممكن تعتبروه برضو في المورنينج روتين بعد الوجبه الاولانيه. بخلص الحاجات دي وببقى ريدي ان انا اتمرن. بحضر بقى البري ورك اوت سبلمنتس بتاعتي. البري يعني الانترا والبري. البري ورك اوت سبلمنتس بتاعتي هي باختصار يا اما باخد كافيين قبل التمرين 200 مللي جرام وباخد معاه سترولين مليت، يا اما باخد في بلوكس كده شوتس سريعه بتاعه بيلدينج بلوكس نيوتريشن، برضو عباره عن كافيين وبيتا الانين. استنى اوريك واحده منهم بسرعه في السريع. ده البري ورك اوت اللي بقول لكم عليه اسمه بولت. هو فيه 200 مللي جرام كافيين، فيه 2 جرام ال ارجانين و2 جرام بيتا الانين. يا اما باخد دوت وبطلع التمرين بتاعي وانترا ورك اوت بستخدم الكترولايتس، هبقى اوريكم شكلها، بتاعت برضو بيلدينج بلوكس نيوتريشن اسمها لايت سبيد. انا تمريني طويل فبحتاج فعلا الكترولايتس، وكمان الجو اللي احنا فيه ده صعب جدا. وبس بوست ورك اوت ميل بقى، يعني يا اما لو انا رايح على مكان على طول باخد الوجبه الاولانيه اللي انتوا هتشوفوها. لو مش رايح على مكان على طول وهضطر ان انا في النص اخد اي حاجه فيها بروتين، باخد حاجه من الاثنين هوريها لكم كمان شويه. هاخدكم معايا كده سريعا في واحده من التشيك انز بتوعت العملاء بتاعتي، هتستفيدوا منه شويه كلام لطيف. يعني انا لما بلاقي حاجه من دي مفيده بحاول ان انا اشير جزء منها على السوشيال ميديا من غير طبعا مظهر الشخص، مفيش اي هدف من الشخص يبان خالص. مش يعني ده مش ترانسفورميشن، ده كريتيك، ده تشيك ان عادي. فهدردش معاه شويه
ركزوا في الكلام، اعتقد ان هتلاقوا في حاجه ممكن تستفيدوا منها النهارده. وهصوره برضو كستوري وانزله عندي يعني على الاكونت، بحيث برضو ان الناس اللي بتتابع اكونتس تانية تستفيد مني. هي الفكره ما فيها ان انا بحاول قدر المستطاع ان لما الاقي حاجه في الداتا اللي بتفيد العملاء في النصايح اللي هي اللي بنقول عليها النصايح اليوميه، اللي انا اقول له حاجه تنفعه في حياته يعني، لما بلاقي حاجه هتفيد العملاء بتوعي وهتفيدكم بحاول ان انا اشيرها معاكم. يلا بينا مع بعض كده نبتدي مع بعض التشيك ان. طبعا هو التشيك انز بتاعتي بتبقى فيديو ريكوردد، فهبقى باصص قدامي ان انا هبقى اتكلم على الكاميرا. اهلا بيك يا ابو حميد في التشيك ان الاسبوعي بتاعنا. هستعرض معاك شويه نقط كده انا كاتبها سريعا في النوت عندي عشان ما انساش حاجه قبل ما ابتدي ان انا اخش في الكلام اللي له علاقه بالتشيك ان. مبدئيا لازم تعرف ان التوفيق ده حاجه بتاعت ربنا ولا بتاعتي ولا بتاعتك، فما دام ربنا ما وفقكش في المنحه دي فثق تماما ان هو خير ليك. الكلام ده انا يعني بقوله لك كاخ، صدقني ده شفته في مليون حاجه في حياتي. بالنسبه لفكره ان انت تهرب بقى من الواقع بالتمرين، ده كلام مش صح. التمرين حاجه جميله جدا، هو بيقلل الاسترس بتاعنا وبيساعدنا ان احنا يعني نلاقي حاجه نفرغ فيها طاقتنا، لكن هروبك من الواقع بالتمارين ده مش حل لمشاكلك. فدور على مشكلتك الحقيقيه فين وحلها. بالنسبه ان انت حصل لك امبروفمنت في الورك اوت، وده معناه ان انت ماشي في الاتجاه الصح وان خلاص ما بقتش بتتعب زي الاول من التمرين، فالاوفر اول هيلث هتلاقي ان شاء الله ماشيه في الاتجاه ان هي بتتحسن. وده طبيعي لان انت شخص ملتزم جدا ودي حاجه مريحاني نفسيا. طيب الويت ما قلش، مفيش مشكله، عادي. عادي ليه؟ عادي لان انت اولا خسيت 2 سم من وسطك. فكره ان انت تخس 2 سم من وسطك في اسبوع واحد ده انف جدا بالنسبه لي. طيب في مشكله عندك، ايه هي مشكله النوم. انت مشكله النوم عندك ان انت النوم عندك مش مظبوط. ففكره ان النوم عندك مش مظبوط ده وارد جدا 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 يكون مؤثر بالسلب على الميزان بتاعك. فيعني حاول قدر المستطاع ان انت تظبط موضوع النوم. موضوع ان انت تنام 3 ساعات و4 ساعات ده كلام فارغ ما ينفعش خالص. لما نيجي نبص بقى على كل الميجرمنتس بتاعتك هي كلها قلت ما عدا الشيست، فاحنا ماشيين في الاتجاه الصح مقارنه بالشهر اللي فات. تعالى بقى كده نخطف نفسنا سريعا كده ونخش نبص على الصور مع بعض، وبعد كده نطلع منها على الفات لوس موديل. مقارنة بالأسبوع اللي فات واضح جدا طبعا إن وسطك أصغر، وده كمان منعكس في القراية بتاعتنا. حتة الوزن دي ووتر ريتنشن بنسبة كبيرة جدا، خلي بالك يعني. بس أنا شايفك موتيفيتد يعني. بص منظرك من السايد يعني أي واحد مش بيفهم هيفهم إن أنت خسيت. أنا عارف إن أنت موتيفيتد وعايز تعمل أكتر كل شوية، ودي حاجة أنا بحبها، بس أنا مش عايزك تبيرن أوت. فانا مش هلعب في الدايت. انا عدلت في الكارديو حاجه بسيطه كده، رفعت لك الكارديو ل 35. طيب بالنسبه للفات لوس موديل بتاعنا احنا اصلا اوريدي مسابقين، يعني انت واصل للتاريخ بتاع 29/7، فانت في النص، انت ماشي في الريت الكويس. انا مش عايز ابوش جامد قوي من الاول، احنا لسه في الاول يعني. فانا كل اللي هعمله هو ان انا هزود الكارديو، والمطلوب منك الاسبوع ده حاجه واحده بس، ان انت تحاول قدر المستطاع ان انت تظبط النوم. ده شكل ميل 2 عبارة عن رز وخضار وفراخ. ميل بيزك جدا جدا. وانا قاعد بقى بكمل التشيك انز بتاعت العملاء. طبعا هو يوم السبت والحد واوقات كمان الاثنين، لان في عملاء بيقابلها ظروف طبعا ما بتبقاش قادره. بسلي نفسي ان انا باكل ما بين كل تشيك ان والتاني عشان ما اضطرش ان انا اقوم، لان انا من النوع اللي لو قمت دماغي بتفصل. انا طبيعتي كده شخص بيتشتت بسهوله جدا، فباكل واشتغل وفي مكاني، ويوم السبت كله كده. ده برضو من الحاجات اللي انا بكسر بيها الملل بتاع اليوم. الستار بيرس ده عباره عن ووتر انهانسر، دي بتتفضى في نص لتر ميه ساقعه فيها 5 كالوريز. مش عارف النيوتريشنال ليبل ظاهر ليكوا كده ولا لا. مجرد ما بيتفضى بيحول الميه كانها طعمها ميه بليمون، سواء هو او البيبسي الدايت او الكولا الزيرو او الشاي اللي بفليفرز. بس انا مش بقدر اشرب شاي في الجو الحر اللي احنا فيه ده. هي دي الحاجات اللي انا بعتمد عليها عامه كدرينكس في الدايت بتاعي. طبعا ده جنب شرب الميه اللي هو حاجه اساسيه يعني. فخلوا دايما كده في نظريه بتقول ان انتوا محتاجين، هي مش نظريه، هو الواقع بيقول ان انتوا تقريبا محتاجين حوالي لتر ميه لكل 20 كيلو جرام من وزنكم. فحاولوا بقى ان انتوا يعني، هي الميه ما بتبقاش مقصود بيها ميه صريحه، هي المفروض ان هي سوائل.
بس انتوا حاولوا تشربوهم ميه وكملوا الباقي سوائل يعني، عشان تتعودوا ان انتوا تشربوا ميه كتير. انا لسه برضو يومي طويل عشان النهارده السبت، لسه المتابعه اونلاين مطولين فيها شويه. نوقف بقى شويه كلام عن الاكل ونبتدي نتكلم في اهم حته بالنسبه لكم في الفيديو، هي ايه الحاجات اللي انا عملتها عشان اقدر اوصل للليفل اللي قدامكم ده في المده دي، واعرف ان انا التزم بمنتهى السهوله. اول واهم حاجه هي عمليه الميل بريب. فكره ان انت تحضر او انت تحضري البروتينات بتاعتكم بالذات، ده بيسهل جدا 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 عليكم الموضوع. لما تبقى بره معاك اكلك وانت في بيتك اكلك اوريدي جاهز، كل اللي عليك تعمله هو ان انت بتسخن وتاكل. انا عارف ان الموضوع مش عملي لاغلب الناس، لان في اوقات كمان هتضطر ان انت تاكل الاكل او انت تاكلي الاكل وهو ساقع، لكن هي دي طبيعه الموضوع. طبيعه الموضوع ان انتوا عندكم تارجت وعايزين توصلوا، ودي من اهم الطرق للوصول للتارجت، لان هي بتلغي حاجه مهمه جدا، هي حاجه اسمها الديسيجن فاتيج، اللي هو الارهاق اللي انت بتاخده عشان تاخد القرار. لما يبقى قدامكم اوبشنز كتير جدا 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 بتختاروا منها، للاسف بتكون النتيجه ان البني ادم بيضطر ان هو يضعف اوقات ويغلط كمان، فدي مش احسن حاجه خالص في الدايت، ودي مش بتساعد على الاستمراريه. طب بالنسبه للكاربس والفاتس، الكاربس كده كده يعني بالنسبه للبطاطس بحضرها بشكل يومي ما فيهاش مشكله قبل ما اكلها، عشان بحب اكلها سخنه الصراحه. وبالنسبه لحاجه زي الرز، كل 3 ايام بيبقى بالنسبه لي كويس، لان اكتر من كده بيبتدي طعمه نظريا يغير. الرز الابيض بيبتدي طعمه يغير، الرز البني لا، ما اعرفش ليه، بس لازم طبعا يبقى محفوظ في الثلاجه ويكون ساقع بشكل كويس. طبعا يعني المشكله الكبيره هي بس بره البيت، ان الحاجات دي لو ما كانتش ساقعه كفايه قبل ما تنزل بيها، خصوصا في الظروف الجو اللي احنا فيها دلوقتي دي، للاسف بتبتدي ان هي تبوظ. فقدر المستطاع حاولوا تحطوها بقى في حاجات تعزلها او تبعد عنها درجات الحراره العاليه، عشان بس وانتوا بره الاكل ما يبص منكم تحتسوا. طبعا كان في بروتين بارز بتساعد جدا، انا كنت معتمد على بتوع الزيرو جدا الصراحه، كانوا مساعديني جدا في البلان، طعمهم حلو وفي نفس الوقت يعني مريحين جدا كاستهلاك، مجرد انك بتفتح البار وبتاكله. وكان في طبعا زي ما انتم شفتوا اللي هو البروتين فيول دوت، بريكفاست فيول، حلو قوي برضو كدرينك. وابتديت ان انا ادخل كمان اللي بالشوكليت بتاعه في القهوه بتاعتي، فكان بيدي فرايتي جميل قوي، وكان بيدي على رايي كده احمد امين حاله حلوه. كنت بتلاقي حاله حلوه كده وانت بتشرب القهوه، كانك بتشرب واحد موكا فرابيه كده لطيف. فكانت حاجات جميله جدا وكانت بتسهل عليا الموضوع. طيب ايه تاني واهم حاجه في حته الالتزام؟ تاني واهم حاجه في حته الالتزام هو تقليل الفرايتي بتاع الاكل او التنويع بتاع الاكل. التنويع بتاع الاكل حلو جدا وكويس جدا في عمليه البالكينج، في عمليه المينتيننس، في بدايات عمليه الكاتنج، لكن في النهايات بتاعتها ما بيكونش احسن حاجه، وخصوصا للناس اللي هي مش متمرسه في الموضوع. مش متمرسه في الموضوع ما بيعرفوش يحكموا على التغيرات اللي بتحصل نتيجه تغيرات الصوديوم من اكله لاكله، وكميات الاكل اللي بتتغير نتيجه ان انتوا عمالين تبدلوا الاكل. انتوا محافظين على نفس السعرات الحراريه بتخسوا على فكره، لكن لما ما بتبقوش عارفين تحكموا على التغيرات اللي بتحصل في الفيزيك بتاعكم بشكل كويس، ده بينعكس عليه ان انتوا بتاخدوا قرارات غلط اوقات كتير جدا، بتقللوا سعراتكم وانتوا مش محتاجين ده، فده بيحطكم في بوزيشن مش احسن حاجه. فدايما خلي اغلب وجباتك ثابته، واغلب وجباتك ثابته عشان تسهلوا على نفسكم الحكم على الشكل او الفيزيك من الاسبوع للتاني، عشان تاخدوا قرارات صح. وقت الاكل بقى، وقت الاكل في شويه حاجات كده لازم تراعوها. اول حاجه الاكل حطه في طبق صغير، دايما حسس نفسك ان الطبق اللي انت بتاكل فيه والطبق اللي انت بتاكل فيه مليان، وما تاكلوش بمغرفه، كله بمعلقه صغيره او بشوكه صغيره. عمليه طول مده الاكل بيساعد على وصول اشارات الشبع بشكل كبير جدا للمخ. على فكره الكلام ده حقيقي، الكلام ده مش مجرد كلام ارتكلز ولا كلام ريسيرشز وخلاص، الكلام ده تطبيقيا على ارض الواقع مع الاف العملاء فعلا بيجيب نتيجه. حاولوا، واغلب الناس طبعا بتتفرج على التلفزيون وبتاع الى اخره وهي بتاكل، ان انتوا تركزوا زي ما انتم مركزين في المسلسل او في الفيلم في الاكل بتاعكم. التركيز في الاكل وفي عمليه المضغ وفي بطئها الى اخره بيساعد كتير جدا على الشعور بالشبع والامتلاء. قدر المستطاع خلوا فيه سكيدجول اكل ثابت، بمعنى ان انتوا مثلا بتاكلوا الغداء للسي الساعه 2 والساعه مثلا للسي 6 بتتعشوا او whatever بتسموها ايه، ايا كان مسمى الوجبه. لما دايما بيبقى فيه سكيدجول ثابت، بيبقى الجسم اولا مستعد لعمليات الهضم،
وثانيا انت هتبتدي تجوع في الوقت بتاع الوجبه بس، فده هيسهل عليك جدا الكنترول على عمليه الجوع. ابتدوا ان انتوا تعتمدوا على الاكل اللي ليه فوليوم كبير وسعرات قليله، فواكه، خضروات، ولو ما بتاكلوش فواكه وخضروات اجبروا، يعني والله بجد ما لهاش اي مسمى تاني غير اجبروا. هتلاقوا فيديوهات على القناه هنا بتعلمكم ازاي تعملوا الخضروات بطعم حرفيا يخليكم عايزين تاكلوا في كل يومين خضروات. والفواكه حاجه حلوه، يعني اختاروا الفواكه اللي انتم بتحبوها. في فواكه طبعا سعراتها اعلى من الثانيه، فوفقوا الموضوع في حدود السعرات المتاحه بالنسبه لكم. ما تخلوش دايما الافضليه ان انا افضل اقلل سعرات اقلل سعرات اقلل سعرات. طول ما يومك بيسمح ليك وبيسمح ليكي ان انتوا تزودوا مجهود عن طريق الستيبس او الحركه او الكارديو او ايا كان شكل الاكتيفيتي، اعملوا ده وخلوا قدر المستطاع دايما سعراتكم عاليه، عشان هتضطروا تيجوا في وقت لازم هتقللوا سعراتكم، فعشان تلاقوا كميه تسمح ان انتوا تقللوا. فهتلاقوا ان انتوا اغلب الدايت بلان بتاعي كان ثابت تقريبا، اتغير يعني قلت سعراته في اخر اسبوع او اخر 10 ايام مثلا، غير كده لا. بقيت الوقت الثاني انا عمال ازود في ستيبس، وكان الكارديو مش موجود، ابتدى يبقى موجود في اخر اسبوعين فقط. انا كنت بعتمد على الستيبس اليوميه. فاذا انتوا هتحتاجوا اكتيفيتي تراكر يبقى معاكم بشكل كبير طول الوقت، وكلنا بقى معانا موبايلات بتحسب الخطوات، ساعات بتحسب الخطوات، باندز بتتلبس وتيفر، يعني ايا كان تقدروا ان انتوا تعملوا تراكنج للخطوات بتاعتكم بشكل كبير جدا على مدار اليوم. وما تحسبوش الخطوات بتاعت الكارديو ضمن الخطوات بتاعت اليوم. افصلوا الاهداف عن بعضيها عشان يبقى عندكم فيكس تارجتس محدده، تبقوا عارفين انتوا بتلعبوا كارديو قد ايه وعندكم تارجت خطوات قد ايه. لان انتوا كل ما هتبتدي ان انتوا تخشوا اكتر في عمليه الدايت، اللي هيحصل ان جسمكم هيبتدي يقلل الاكتيفيتي بتاعته او النيد النون اكسرسايز اكتيفيتي سينوجينيسيس، الحركات اللا اراديه اللي بتعملوها على مدار اليوم، زي ما انا عمال احرك ايدي كده، الفيدجتنج، حركه رجليك، وكل الحاجات دي هتبتدي ان هي تقل. هتلاقوا نفسكم مش قادرين تمشوا، مش عايزين تمشوا. فهو الجسم بيعوض من منطق تاني عشان يقلل استهلاكك للسعرات الحراريه. فاذا انت عشان تتعامل مع الموضوع لو عندك فيكس تارجتس كده في الخطوات والكارديو، ده هيساعدكم بشكل كبير قوي ان انتوا تفضلوا عمليه الخساره بتاعه الوزن او عمليه يعني الوصول للهدف ماشيه قدر المستطاع في خط مستقيم. هي ما ينفعش تمشي في خط مستقيم، هي كده كده اوريدي بتبقى خط زجزاج، لكن قدر المستطاع هيبقى فيه تغييرات مقبوله من اسبوع للتاني. هي دي المين هايلايتس. السبلمنتس والحاجات موجوده قدامكم في الفيديو. يعني انا لحد وقتنا هذا وانا ما استخدمتش فات بيرنر ولا اي حاجه خالص، لسه لحد اللحظه دي. ممكن قبل الفوتوشوت باسبوعين، يعني انا النهارده 5/8 وانا بصور الفيديو ده، انا قاعد بصور المقطع ده في الفيديو لان الفيديو متقسم على ايام. فالنهارده 5/8 وانا قاعد بصور الجزء ده في الفيديو. باقي لي من الزمن ليتس سي مثلا 20 يوم على الفوتوشوت، لان انا هعمل فوتوشوت، قررت ان انا اعمل فوتوشوت. فقبليها ممكن يبقى في تغييرات تانية. لو انتوا حابين برضو اكتبوا لي في الكومنتات تحت لو انتوا عايزين يبقى في زي ما بيقولوا ايه كده، يعني اخر 10 ايام كده زي ما كنا بنعمل في الفلوجات القديمه. في على فكره فلوجات على القناه بتاعت ايام قبل التصوير، التحضير بتاع ايام قبل التصوير، تقدروا تتفرجوا عليها هتعجبكم قوي. هي قديمه شويه، هتلاقوا الفيزيك مختلف تماما يعني، بس يعني فيها نصايح كويسه وحاجات حلوه برضو، وفلوجز لطيفه قوي فيها تمارين وحاجات لطيفه. فلو حابين نحاول نعمل سيريز ثانيه زي دي اكتبوا لي في الكومنتات. طبعا لو وصلتوا لحد هنا ويعني حسيتوا ان في فايده الفيديو اللي بيوصل لكم او معلومات انتوا فعلا حاسين ان هي مفيده بالنسبه لكم، اتمنى ان انتوا يعني تعملوا سبسكرايب للقناه وتعملوا لايك للفيديو وفعلوا بقى جرس التنبيه واعملوا كل الحاجات اللطيفه اللي بتساعد ان الحاجات تنتشر لاكبر عدد ممكن من الناس، عشان الفايده تعم يعني على اكبر قدر ممكن، ونحاول ان احنا نساعد اغلب الناس الموجودين معانا. نرجع نكمل بقيه اليوم بتاعنا ويبقى عندنا فاضل في الاخر كده برضو فاينل توك في نهايه اليوم. اتمنى برضو ان انتوا تستفيدوا. ببدل في السناكس بتاعتي ما بين زيرو اللي هو الهيلثي سناك بار وما بين الفيول درينك اللي قدامكم ده. انا اكتر فليفر بحبه هو الكوكيز اند كريم في زيرو. الفيول درينك ده في منه 3 اطعم، بس كان في واحد خلصان وانا بصور الفيديو، واحد بالموز وواحد بالشوكولات اللي هو لونه بيربل او موف دوت، وفي واحد تالت بالفراوله. التلاتة طعمهم احلى من بعض، سعرات التلاتة قريبة جدا جدا من بعض. تقدروا تبصوا على النيوتريشن ليبل بتاعهم هنا، اعتقد واضح في الفيديو. مختلف عن بعض نسبيا لكن فروقات بسيطة قوي، يعني مش اللي هي تعمل
فرق في عجز السعرات او تعمل فرق في استهلاك السعرات عامه على مدار الاسبوع. فببدل ما بين الحاجات دي وبعضيها، والموضوع بيوازن بعضه في اخر الاسبوع كنوع من انواع كسر الملح. لو ما عندكش اير فراير اشتري اير فراير، لان الاير فراير هتوفر عليك كتير جدا في ان انت تعمل اي حاجه انت بتاكلها. الموضوع فعلا بيفرق. قررت ان الوجبه اللي بعديها تبقى شاورمه فراخ، فحطيت الخضار بتاع الميل معاها على النار، وابتديت ان انا يعني اقلبهم مع بعض بحيث ان الطبق يبقى شكله اسيستك كده وطعمه حلو. وزي ما انتم شايفين ده شكل الميل، عباره عن بطاطس وفراخ. طبعا الكميات والسعرات وكل حاجه هتلاقوها مكتوبه قدامكم على الشاشه. كنت خلصت خلاص كميه العملاء اللي بعتوا نوتيفيكيشنز بالتشيك انز بتاعتهم، وقاعد شويه بقلب في السوشيال ميديا وبتفرج على التلفزيون وباكل عشان اريح شويه وافصل دماغي، لان وارد جدا ان يجي لي ويف تاني من العملاء بعديها يبعتوا قبل انتهاء اليوم. الوجبه الاخيره المحببه لقلبي هي عباره عن فشار لوز دارك شوكليت، هتشوفوها دلوقتي اهي. انا بستخدم 75% فيما فوق، ومعانا كمان 2 زبادي يوناني وبروتين باودر. واخر حاجة خالص في الميل دي هي يعني احلى حاجة ممكن تعملها لنفسك في الحر فعلا، هو ان انت تاكل بطيخ. الكومبو ده كبير جدا، بينيمني شبعان جدا جدا. بخلي الوجبة دي قبل النوم بتاعي مثلا بساعة، وانا قاعد بتفرج على التلفزيون برضو. المكنه بتاعت الفشار اللي قدامكم دي، لو انتوا عارفين منعش اللي هو بيجي على السوشيال ميديا اللي هو بيعمل ريفيو الاكل، شفته هو جايبها مره، جبت المكنه دي من على الامازون وفعلا فرقت معايا. وده شكل الميل وهي محطوطه في الاطباق. ركزوا في كميه الفوليوم، لان زي ما قلت لكم ان الفوليوم من اكتر الحاجات اللي هتساعدكم ان انتوا تلتزموا بالدايت. كل الحاجات دي مع بعضيها لما تقعد تاكلها فعلا الكريفنج هيتقضى عليه، وهتنام وانت شبعان جدا، وده هيساعدك انك تعرف تنام. وفي ختام الفيديو بقى حابب ان انا اتكلم معاكم سريعا على نظام التمرين بتاعي الفتره دي والكارديو كانوا عاملين ازاي. اول حاجه بالنسبه لنظام التمرين، انا كنت بتمرن 5 ايام في الاسبوع. اليوم الاولاني بول، اليوم الثاني بوش، اليوم الثالث رجل، وبعد كده بلعب تمرينه فيها دراع كامل وتمرينه فيها كتف كامل. ليه ده؟ لان انا بحاول ان انا اركز على الدراع وبحاول ان انا اركز على الكتف، والحمد لله شفت تطور كويس فيهم الفتره اللي فاتت. بالنسبه للكارديو، اول 4 أسابيع ما كنتش بلعب كارديو خالص، وبعد كده ابتديت ان انا ادخل يومين كارديو، لان انا بريح يومين ورا بعض على فكره. بريح الجمعه والسبت، يعني بتمرن 5 ايام دايركت واريح الجمعه والسبت. في الجمعه والسبت كنت بلعب 45 دقيقه كارديو، كنت بلعب انترفال تريننج 45 دقيقه. انا عندي اليبتيكال ماشين هوريها لكم دلوقتي. الاليبتيكال ماشين دي فيها بروجرام كده اسمه ليفل 6. ليفل 6 ده بيقعد يدرج تدريجيا كده الانتنستي لمده 45 دقيقه. تمرينه قويه جدا، يعني اللي كان بيتابع على الانستجرام وكده كان بيشوف منظري بعديها عامل ازاي. ما زودتش كارديو عن كده. كنت ملتزم يوميا بعيدا عن الكارديو ب 10000 ستيب بحاول ان انا احققهم بعيدا عن الكارديو تارجت. يعني لو انا طلعت 5000 ستيب في الكارديو يبقى عندي اليوم ده 15000 مش 10 بس. دي كل الحاجات اللي انا كنت ملتزم بيها في الفتره اللي فاتت، ودي كانت النتيجه بتاعتها. طبعا هبتدي ان انا اجهز بقى للتصوير اخر 10 ايام الجايين. لو حابين ان انا اوثق جزء كبير من الرحله بتاعت ال10 ايام دول والبيك ويك والكلام ده، قولوا لي في الكومنتات. وطبعا لو وصلتوا لحد هنا وحاسين ان الفيديو مفيد بالنسبه لكم، ما تنسوش تكونوا عملتوا له لايك، تكونوا فعلتوا جرس التنبيه، ولو مش مشتركين في القناه اشتركوا في القناه عشان هنرجع ننزل حاجات كتير الفتره الجايه. كان معاكم دولا من دولا فيتنس جايد، واستنوني في الفيديو الجديد.